ليه بالغالي تشتريها لما ممكن في البيت بسهولة تعمليها؟ طبعا هنتكلم النهاردة عن البسطرمة. يلا نقول مقاديرنا بسرعة. الحلبة دي الحلبة الحصى هطحنها تبقى قدامكم زي دي بالظبط، حلبة مطحونة. يبقى اول مكون فيها 2 معلقتين محترمين كده حلبة مطحونة، ومعلقة بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وملح و5 فصوص توم، يكونوا فريش ما يكونوش من المتخزنين في الفريزر. وعندي وفلفل احمر طبعا رومي، وكمون وكزبره وشطه حمراء لو حبيتي. باخد كل التوابل دي في الكبه بتاعتي، وبعدين بروح افرمهم الاول لوحدهم. حطيتهم كده في الكبه، فاضلش الا اللحمه بس بركنها بعد كده. فرمت التوابل بتاعتي الاول. ما شاء الله كانت ريحتها تحفة تحفة تحفة. الثوم مع التتبيلة مع الحلبة مديني ريحة البسطرمة فعلا في التتبيلة. وبعدين هحط حتة اللحمة عليهم. الحتة اللحمة دي حوالي ربع كيلو او اقل كمان، هي حتة صغيرة. يعني كنت جايبة نص كيلو لحمة، اخدت منه حتة اقل من الربع. فرمتها على التوابل وطلعت معايا اهي ما شاء الله زي الفل. واللون الاحمر ده من البابريكا، انا ما حطيتش لون ولا حاجه. وبعدين بحطها في الطبق بتاعي. بعد كده باجي اكورها كور. جيت اكورها كور، لا لازم ابل ايدي بالميه الاول قبل ما احط ايدي على اللحمه، علشان اللحمه ما تلزقش في ايديا. واعمل كوره حلوه كده، وبعدين افردها في كيس التلاجة، كيس التلاجة العادي. بحطها هنا في كيس التلاجة، وببتدي ابططها بايدي كده، مخليش فيها فراغات، مخليش فيها هوا يا جماعة. بططتها بايدي وبعدين كملتها بالفرادة. لازم ما تبقى كلها متناسقة مع بعضيها، وما يكونش فيها فراغات او تقطيعات في النص كده. طبعا بفردها رفيعة قوي علشان لما اجي اعملها تستوي بسهولة زي البسطرمة اللي بتجيبيها من بره، بتبقى متقطعة شرايح رفيعة جدا. دي برضو ببططها بتبقى رفيعة. الربع كيلو لحمه عمل لي الكيس اللي قدامكم دوت، وكيس تاني اصغر منه شويه. بعد ما بخلص فرد فيها كده، بروح جايبه ظهر السكينه وعامله شرايح طوليه كده. بحدد الكيس بس مش بقطعه. وبعدين بحدد الكيس برضو بالعرض، بيديني مربعات. تيجي تطلعيها من الفريزر بعد كده، تاخدي منها كم مربع يعجبك وتحطي عليه البيض زي ما انت عايزه، وبتبقى اكله. ال ال كمية اللحمة دي عملت لي كيسين كويسين. الكيسين دول عملوا اكتر من اكلة ما شاء الله. اهمت حطيتهم في الفريزر جمدوا شوية. وبعدين جبت طاسة، حطيت عليها معلقتين سمنة بلدي كده محترمين، وجبت كم مربع من اللي انا مطلعاه من الفريزر وحطيته في قلب السمنة، وقلبتهم على الجنب التاني. وبعدين ابتديت اطقش عليهم البيض. طبعا انت بتجيبي البيض بالكمية اللي تعجبك. حطيته كده وبعدين قلبته على الناحية التانية، تحمري الوجهين، وبعدين بتروحي حاطة الايه البيض عليها. انت بتعملي الكمية على قد كام شخص هياكل. قدامك الاكياس معاكي، واعملي زي ما انت عايزة. انا هنا حطيت 3 بيضات، وحطيت عليهم رشة فلفل ورشة ملح. طبعا رشة صغيرة علشان البسطرمة نفسها متبلة حلوة قوي. ايه رأيكم؟ يا رب الفيديو ده تستفيدوا منه ويعجبكم ان شاء الله. باي باي.